عارفين إن شغلانة الفتوة ما كانتش للرجالة بس؟ اسمها عزيزة الفحلة، وده ما كانش اسمها الحقيقي كان صبحة. عزيزة كانت متجوزة ابن عمها، ولما خلفت بنتها اتطلقت، وكانت عايشة وقتها في باب الخلق. ولكنها بعد ما اتطلقت انتقلت لمنطقة اسمها المغربلين، وعزيزة عشان تاكل عيش وتربي بنتها قررت إن هي هتشتغل بنفسها، وأجرت محل لبيع الحبوب والغلة، وابتدت إن هي تشتغل وتصرف على بنتها. ولكن جالها واحد اتقدم لها كان اسمه محمد الفحل، وده كان من فتوات المنطقة، وطلب إيديها ووافقت، وبقت كمان مش مجرد مراته، لأ دي كانت شريكته في الفتوانة. وطبعا لو خدت بالك هتلاقي إن عزيزة خدت اللقب بتاع جوزها. بس حكايات عزيزة كانت كتير قوي، وأهمهم وأشهرهم كانت حكايتها مع الأتراك. كان في شوية أتراك في الشارع بتاعها، كل ما يشوفوا واحد مصري كان معاهم كرباج بيضربوه بيه وبيقولوا عليه إن هو فلاح. وعزيزة ما فكرتش، اتعصبت وراحت مسكاهم ضربوهم. عزيزة كانت مشهورة إن دماغها ناشفة، ولا مش دماغها ناشفة إن هي عنادية، لا كانت بتضرب بالروسية. كمان مش كده وبس، كانت إيديها والقبر كان عليها بوكس بيجيب أجل اللي قدامها. مسكتهم عجنتهم وضربتهم وراحوا بيها على القاضي، وكان في الوقت ده في قاضي للمنطقة. الخناقة خلصت إن هم راحوا للقاضي، والقاضي لما شاف إن اللي ضربتهم ست، الصراحة الموضوع كان مضحك، وفي نفس الوقت ما يقدرش يقرب من واحدة ست في الزمن دوت. علشان كده قال لها اطلعي بره وما شوفش وشك تاني. وأول ما خرجوا من عند القاضي لقت الأتراك بيستفزوها تاني، فما قدرتش تمسك نفسها برضه ومسكتهم ضربتهم تاني. فالأتراك مسكوها ودخلوها للقاضي تاني، وهي داخلة اديته ظهرها. فالقاضي بيقول لها وانت مديني ظهرك ليه؟ قالت له يا باشا انت قلتلي ما تشوفش وش تاني فدخلت لك بظهري. ساعتها القاضي ضحك وطردها. ولو فاكر ان عزيزة كانت خناقاتها مع الأتراك بس، لا عزيزة كان عندها خناقة تانية مع الإنجليز. كان معروف ان الإنجليز بيسهروا من بالليل للصبح في الخمارات، وأول ما يخرجوا بيتحرشوا بالستات في الشارع أو بيخشوا عليهم بالحمامات العامة. وعزيزة تقدرش تمسك نفسها عن الحق، فقررت تعمل لهم كمين. جمعت رجالتها بالنبوت بتاعها وبتاعهم، وراحت واحد من الحمامات وخلتهم يستخبوا جوه، وانتظرت لحد الصبح وقت خروج الإنجليز، واستنتهم على باب الحمام وقالت لهم بتناديهم تعالوا، فافتكروها إن هي بائعة هوا ولا حاجة. وأول ما قربوا رجالتها خرجوا من الحمام وعجنوهم ضرب، كسروهم. طبعا انتوا هتستغربوا القصص دي حقيقة ولا لأ، ولكن عزيزة اتحكى عنها من أكتر من شخص، وأهمهم محمود المليجي اللي اتعلم الفتوانة منها. واللي بالمناسبة محمود المليجي من أشهر الممثلين اللي عملوا دور الفتوة في السينما المصرية، وهو اللي قال في مرة إن هو اتعلم ده من جارته واللي كانت فتوة وكان اسمها عزيزة الفحلة. ومش كده وبس، عزيزة كانت بتهتم بالأطفال في الشارع بتاعها، فكانت بتعلمهم دايما الرياضة. ومن أشهر الأطفال اللي اتعلموا الرياضة دي منها هو مختار حسين، واللي أصبح بطل العالم في حمل الأثقال. وبرغم اللي انتوا سمعتوه عن حكايات عزيزة، فعزيزة عمرها ما كانت عنيفة، لأن هي في أي خناقة كانت بتستخدم عقلها الأول وبتحاول تحل المشاكل بهدوء، وده لو منفعش كانت بتستخدم دماغها حرفيا.